الباذنجان بيتقلي. انا بقول لكم هخلي معاه كوسه. انا بجيب الكوسه اهيت وبروح مقطعاها زي ما انتم شايفين. انا بقطعها بالتقطيعه دي، انتوا ممكن تقطعوها زي ما انتوا عايزين. انا بقطعها كده برضو، فبقطعها بالتقطيعه اللي انتوا عايزينها. ممكن تقطعوها لو هي كبيره شويه تقطعوها سلايسز كده، تمام. انا بقطعها كده يعني، بحبها كده. هقليها برضو مع الباذنجان وهكمل لكم شكلها بيبقى عامل ازاي. هقلي الكوسه برضو اللي بقول لكم عليها. انا بخلي لها يا جماعه، بحط عليها نفس الخلطه بتاع الباذنجان، وبتاكل بالعيش برضو او جنب الاكل. بصراحه بيبقى طعمها تحفه. انا هحشي بقى الباذنجان يا جماعه. ادي الباذنجان خلصته طبعا، وفي تتبيله انا هحطها على الكوسه زي ما قلت لكم. بتبقى حلوه قوي يا جماعه، حلوه، بتبقى حلوه جدا. انا هفضيها كلها بقى عليها يعني. بألف هنا وشفا. انا بقى بعبيه ده في علبه وبعبي ده في علبه، وبخليه عندي في التلاجة دايما تحت الطلب. بحتاجه بقى على الفطار، بحتاجه جنب اكله حرشه، بحتاجه جنب خضار ورز ولحمه او فراخ على حسب، مكرونه مسلوقه. انا بحتاجه جنب حاجات كتير بصراحه. وبألف هنا وشفا، شكله بصراحه يفتح النفس.